السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده طبعا زي ما انتم شايفين من صورة الفيديو تزيين تورته طبعا. ان شاء الله نكمل في السلسلة ديت. بإذن الله هيبقى في بعد كده جاتوهات، وهنكون ان شاء الله في كمان بيفور بسكوت. يعني ان شاء الله نكمل في قسم الحلويات ده يعني. طيب ايه الجديد النهارده في التورتايه بتاعتنا؟ النهارده هنعرف الفرق ما بين الشوكولاته الداكنه والشوكولاته اللي هي الفاتحه. ايه الفرق ما بينهم؟ وفي التزيين كمان هيبقى ايه المريح والطعم ايه. كل ده هيبقى في الفيديو بتاعنا ان شاء الله. طيب ايه كمان الكينج بتاعنا النهارده؟ انا بقول لكم بضغط عليها ان هي من الطرايه بتاعتها يعني وطراوتها. طيب الكينج بتاعنا النهارده بقى الكريم شانتيه بتاعنا هيكون دريم السايب. طيب استخدمت في التورتايه دي قد ايه؟ استخدمت فيها كوبايه ونص كريم شانتيه. حطيت عليها انت شايفين الكوبايات المعياريه اللي انا مستخدماها؟ ربع كوبايه مع نص الربع ده طمي يعني. تمام. وحطيت عليهم لبن قد ايه؟ للاسف انا حطيت كوبايه ونص. تمام. فلا هنقلل شويه لان دريم اي نعم طعم روعه وهيعمل قوام حلو بس مش اللي هو ايه ان انتي هتحطي له لبن كتير او هتحطي ميه فوق الزياده بتاعته. هيبقى ايه سايل سيكا يعني. مش اللي هو متماسك قوي دوت اللي بيديك الفورمه بتاعت الروزيتا، لا. قللي نسبة المية اللي انا اللبن او المية او ايا كانت تستخدميه مع الكريم شانتيه. قللي مثلا انا حطيت كوباية ونص على الكوباية ونص كريم شانتيه، لا حطي كوباية وربع. تمام. يبقى انا هنا عملت ايه؟ التورتايه دي هتكون قد ايه اصلا؟ التورتايه دي اصلا صاج 30 في 40، قسمته 4/4 يعني خليته 20 في 15. تمام. الارتفاع بتاعها طبعا اعلى من 10 سنتي او مع 10 سنتي او 10 سنتي الحدود دي. تمام. ده بعد التزيين كمان. ماشي. استخدمت فيها كريم شانتيه دريم سايب. ماشي. الكيلو منه عامل 250 جنيه. عايزه اقول لكم طعم روعه جدا جدا جدا. خصوصا ان انا عاملاه كمان باللبن اللي هو القشطه ده. فحاجه كده طعم تحفه. بس مش هيرمي معاكي. مش هيرمي معاكي بزياده يعني زي مثلا انواع الاعلى. ان شاء الله ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هستخدم معاكم اللي هو مثلا الجولد. هستخدم معاكم الالفا. هستخدم معاكم اللهم صل على النبي الريتش ده اعلى حاجه. تمام. الحاجات دي 280 وانت طالعه بقى. تمام. طيب ادي الصاج معانا اهو. شلت الطبقه بتاعته اللي هي القاعده ودي ايه والوش اهو. انا كنت حاطه عليه اول ما طلع من الفرن، حطيت عليه ورحت قلبيه بحيث ان هو يمسك في الورقه. وبدات اقشر بيبقى سهل جدا في التقشير بالشكل ده. قسمته 4/4 وبدات ان انا ايه اسقي بالسيرم بتاعنا. السيرم ايه هو؟ عباره عن ميه وسكر وفانيليا. عايزه تقعديها زي ما بيقولوا يعني تحطيها على النار. تمام. ممكن وهيفضل معاكي برضو حبه حلوين في التلاجة. عايزه زي ما انا بعمل كده كل تورتايه بعمل بالنظام ده. بستخدم كوبايه عليها معلقتين سكر، عليها ندعه فانيليا. ما بسكرهاش قوي عشان طبعا الشوكولاتات والكريم شانتيه والحاجات دي بتبقى مسكره، فبيبقى كمان المسق بيها مسكر، هتبقى اوفر اوي في السكر بتاعها. طيب اديني اهو. جبت القاعدة بتاعتي 25 اقل كمان والله اقل من 25. مدورة اللي كان عندي دلوقتي حاليا ساعتها مدور. بس فرحانة قوي ان انا لقيت القاعدة اللي هي الرفيعة عن القواعد اللي هي اللي هي التخينة ديت. برضو هي شغالة ما قلناش حاجة، بس هي بتشرب السيرم. بتضطر ان انت لازم تغلفيها.
ديت القاعده بتاعتها اهي زي ما انتم شايفينها، طابر عازله للميه فمش هتبوش معاك ولا تبوظ. ادي اول طبقه. هي التورتايه دي يا جماعه هتكفي معاكي 4 5 اشخاص كمان. انا عايزه اقول لكم والله احنا خدنا منها 3 قطع ومتبقي منها نص. متقوليش ازاي. عشان انا اصلا ديت انا جايلي ضيفه، ف... فانا زينتها يعني، انا مش طلعاها لحد. جات لي ضيفه غاليه قوي على قلبي بصراحه، وعلى قلب الولادي كمان بيحبوها جدا. ففرحانين بقى بيها، فانا قلت ايه بالمناسبه ديت اعمل ايه حته تورتيه كده وانزلها فيديو واعرفكم برضو ايه الفرق ما بين الكريم شانتيه اللي انا استخدمته المره اللي فاتت والمره دي. اللي بتاع المره اللي فاتت اللي استخدمته زي ما قلت لكم هايبر ده مش حلو يعني، مش هتلاقيه التماسك بتاعك الجميل دوت يعمل اشكال معاكي تلاقي الدنيا سايبه معاكي تماما، لا ما كانش جميل قوي. ده طعم. ولو قللتي نسبه اللبن اللي انت هتحطيها، يعني انا كنت حاطه كوبايه ونص عليها كوبايه ونص، لا الكوبايه ونص حطي عليها كوبايه وربع لبن. هيبقى متماسك جدا معاكي ويبقى خطير بصراحه. فده اللي انا بستخدمه حاليا دريم ب250، الهايبر ب220. طيب اديني جلست كده طبقتين والتالتة اهي، واحط الرابعة فهيعمل ارتفاع عالي معاكي كمان. زي ما قلت لكم التورتايه دي هتكفي معاكي 5 6 اشخاص كمان. تمام. طيب انا بصوا الزوايا دي كده جيت اقطعها من انسيابيه الكريم شانتيه، كانت بصعوبه قوي ان انا كنت اساوي الكيك ده، بس الحمد لله برضو سويته واتظبط معايا جدا. طيب الكوبايه ونص ديت عملت ايه معاكي كريم شانتيه؟ جلست لي التورتايه كلها، يعني انا كفت معايا تجليس التورتايه كلها. طيب التزيين الخارجي الروزيتات، لا ده انت ممكن هتستخدمي فوقيها منها كمان ايه، كوبايه كمان عشان تقدري تعملي روزيتات، نص كوبايه يعني، نص كوبايه، نص كوبايه. فاتبقى من التجليس ده يعني قولي منه حوالي بس عملت روزتين 3 كده من على الوش. هبصوا انا هاجي امسكها هتلاقيها رايحه جايه، مش عايزه تتظبط معايا او اعرف اقطعها بالمظبوط. اللهم صل وسلم سيدنا محمد. انا كده خلصت ظبطتها الحمد لله معايا بقدر الامكان، ورحت ايه بدأت ان انا اجلس الجناب بقى واغلفها تماما تماما، اجلسها يعني تماما تماما. والباقي كان حاجة بسيطة جدا، رحت عيناها في الفريزر بحيث ان انا اقدر اعمل منها ايه الروزيتات بتاعتي. هي ما اخدتش غير 6 روزيتات بالظبط، عملت بالظبط 6 روزيتات. تمام. طبعا اخدت مني تجليس كبير لان هي عالية، وكمان الحروف بتاعتها ما كانتش مظبوطه قوي، بقدر الامكان بقيت اظبطها بالتساوي. طيب انا دلوقتي عايزه اكلمكم بخصوص الشوكولاته. الشوكولاته ايه بقى؟ في اللي هي شوكولاته سما اللي انا قلت لكم عليها، طعم ولا اروع، مفيش كلام بعد كده، طعم حلو جدا، السكر بتاعها حلو ومظبوط قوي. طيب ايه المشكله اللي فيها؟ ان انت مش هتعرفي تعملي منها تزيني بيها. يعني ايه؟ لو انا عايزه امسك اسيحها وباللبن واخففها بقى كده واقدر ان انا ايه اغطي بيها الكيك كله مره واحده، لا لقيتها مش حلوه في الحته دي. قعدت اضربها كتير، ضربتها في الخلاط على فكره، ضربتها بالهاند بلندر ويعني خليتها متماسكه كده، ايه سايله كده حلوه قطعه مع بعض، لكن غير كده كانت مفتله عامله شكل كده مش حلو يعني، ما كانتش شكلها حلو خالص. ولو كنت حطيتها على الكيكه كانت هيبقى شكلها مش لطيف خالص. ضربتها بالهاند بلندر وبدأت ان انا اسيحها يمين وشمال على الكيك بحيث انها تتغطى كلها، بس للاسف ما عرفتش، ما طلعتش الشكل اللي انا عايزاه بالظبط، يعني ان انا اغلف بيها الكيك كله.
المهم ان هي ان انا قبل ما احط الشوكولاته دي عشان ما انساش عملت بالسكرابر. بصوا لقيت كمان الكريم شانتيه طلع معاها. الجو كان كمان برضو مش اللي هو طراوه، لا كان جو حر، فلقيت الكريم شانتيه كمان طلع معاها. كنت حابه احط اللي هي الشوكولاته اللي محمد ماسكها ديت. دي شوكولاته، بس ما بعد التسييح ده كله ما عرفتش. بدأت ان انا احاول ان انا اظبطها بقدر الامكان، يمين شمال، الم الشوكولاتات اللي فيها، اظبطها لحد ما هي ما ظبطت وادت الشكل اللي انتوا شفتوه يعني. بعد كده حطيت بقى الروزيتات وحطيت عليها الكريم اللي اسمها ايه ديت، اللهم صل على النبي، الكريز. الكريز بيبقى فيه سنة مزازة كده، انا بحبه. ولادي مش بيحبوه عشان تعرفوا، بس الحاجة اللي انا بحبها هم مش بيحبوها، والحاجة اللي انا بحبها اللي هم بيحبوه انا مش بحبها. فاختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. بصوا عملت لي اهو 6 روزتات، ودي روزتة بالعافية، والروزتة التالتة اللي هي التامنة بالعافية بالظبط. يبقى انت كده لو انت عايزه تعملي روزيتات كمان تحزمي بيها التورته، فانت عايزه كده كوبايه كريم شانتيه، نص كوبايه كريم شانتيه تاني. يبقى انا حطيت كوبايه ونص كريم شانتيه، لا هنحط كوبايتين كريم شانتيه. تمام، بس كده. يبقى انا الشوكولاته ديت اللي هي الفاتحه في التزيين مش بتبقى قوي، الداكنه هتديكي اللون السواد بتاع الشوكولاته اللي هي وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم ما تنسوناش باللايك والدعم والشير، ونشوفكم في فيديو جديد ونقول سلام. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، فما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوالي.